اليوم راح اشوفكم طريقة الطبخ المندي بمطعم حضرموت، وراح اشوفكم الطريقة شلون يسوون المندي على اصوله وعلى حقيقته. تعالوا وياي وانتم راح تشوفون بعيونكم، واتمنى تكملونه للنهاية. تعالوا وياي. ايش عندك؟ ما تدخل جوا؟ خايف من علوكي؟ لو حموكي انا اقول رجلك ليش تسوي؟ قلت لهم عمي راح نصور المطبخ مالتكم ونريد نعرف المندي على اصوله، قالوا لي فوت. فتعال هسه ايش راح نشوفكم؟ تعالوا خلينا نشوفكم سر المهنة. يا الله، شوف لي شوف لي شوف لي الجمال، شوف لي الجمال، يا ما شاء الله. شوف 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 يا حبيبي، شوف شوف لي شلون مستوي على الفحم. يا عيني بل يا حبيبي، تعال خلي اشوفك بعد اللحم. يا حبيبي يا حبيبي، هاي اللحمه ونخليها هنا. شنو هاللحم هذا اللي مسوينه؟ والله المفروض ما نفوز عليكم 5-0. والله احنا نحبكم والنوب علمتونا على كيل. هاي الك حلقة، لا لازم تاكل. هاي صارن 6-0. اسمه المندي، واكو دجاج الحنيذ. هذا هو الدجاج المندي. شوفوا لي شلونه، يعني مستوى بطريقه كلش حلوه. شوفون شلون جمال بيه. الطعم مالته يخبل، والله يخبل. خلي اشوف اللحم الحنيذ، يعني هذا بالسيليفون، يعني مندي على اصوله فعلا. يعني من تقول اني ماكل مندي، شوف بدك تشوفه شلون يتفسخ. شوف تفسخ مستوي بطريقه كلش حلوه. يعني الوحيد المطعم اللي هنا بكركوك يمكن يسوي هاي الطريقه، وطريقه الشيف مالتهم يمني. مو حبيبي يمني؟ من اي حته من يمن؟ صنعاء احسن ناس. ما كملت التصوير من المندي حبيت اكل يمهم كلش، وخاصه شفت المقبلات يا عيني. واحلى شيء بيهم عندهم قعدات هنا على الطاوله، وعندهم قعدات العربيه. تعالوا خلينا نصعد فوق ونشوف المكان الفوق. هسه صعد على الطابق الثاني، والطابق الثاني هم بيه قعدات على الطاوله وبيه قعدات عربيه. وعندهم هذا المكان مكان كلش جميل اللي هو مطل على محافظه كركوك. وعندهم مكانات مخصصه للشباب، وعندهم مكانات مخصصه للعوائل. هنا مكان العوائل، وهنا مكان الشباب، وحتى بعض العوائل انه يقدرون يقعدون هنا. هسه ايش راح نسوي؟ تعالوا خلينا نجرب الاكل مالتهم. يلا. طلبت دجاج مندي ودجاج حنيذ، وطلبت لحم مندي ولحم حنيذ. هسه ايش راح نسوي؟ تعالوا خلينا نجربهم واحده واحده. تعال خلينا نجرب اللحم الحنيذ. يا يابا شوف شلونه دح 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 دح. شوف التتبيله مالته، شوف التتبيله مالته قدام العين. ونجيبه نخليه هنا. هسه نجيب من التتبيله مالته ونخليها هيجي فوقه. نقول هنا. هسه نقول بسم الله. الطعم مالته 1000%. هسه ايش راح نجرب؟ راح نجرب الدجاج المندي. شوف لي شلونه، شوفه شلون يذوب. نسوي له هيك هنا، نطلع هذا العظم الصغيروني نعوفه هنا. نجيب صلصه الخاصه هي بالمندي، نسوي للدجاج. نقول له بسم الله. ايش احكي لك على الطعم؟ يمكن ما راح تحس بيه، لان الطعم مالته كلش طيب. بس من راح تجي هنا وتجربه راح تدعي لي. اللحم المندي انت وين تصور؟ انزل هنا، انزل هنا. ادري بيها تباوع عليه، الناس كلها تباوع باوع يتفسخ حتى ما ينشال. والله بدك تشوفه شلونه. شوف اللحم المندي شلونه. هذا شو نسوي؟ نقول له بسم الله. يا عيني لبن وبطاسه فافون ولبن غنم. يعني ايش راح يصير؟ راح يصير الطعم مالته اكيد يخبط. راح اشوفكم العزيز والغالي. شوفوا لي اياه الدجاج الحنيذ يا حبيبي. تفسخ. شوفه. يحطون وياه جزر، يحطون وياه بوتيته هيجي. شوف الجزر، هاي خليه جزر وبوتيته. واقول له بسم الله. حتى السوب مالته ينشروا.
الشغلات اللي شفتها يمهم كليتها حلوه وكليتها تعجب. يعني خاصه عندك الشاي، يجيبوا لك الغوري وانت ايش قد تريد تشرب شاي اشرب، واذا خلصت الغوري النوب اطلب على شاي، وراسا همين يجيبوا لك ايش قد انت تريد. تعالوا خلينا نشرب شاي. هسه خلينا نجرب الشاي اللي ريحته تاخذ العقل. شوف الطعم مالته. يخبل والله الطعم مالته يخبل. احلى شغله عجبتني بيهم بالنهايه راح يجيبوا لك محلبي. المحلبي شنو فائدته؟ ايش قد انت ماكل وراح تحس نفسك شبعان، انت من راح تاكل المحلبي يجوز راح ترجع تطلب معون مندي. انا ما اعرف خلي اكل يجوز ارجع اطلب معون. بسم الله. تعالوا خلي ادلكم العنوان وانا بعدين. مطعم مندي حضرموت، انصحكم تجربونه، واذا راح تجربونه ما راح تعوفونه. العنوان مالته سايدين المحافظه مقابيل هاي العماره الجميله فندق بلازا. مطعم مندي حضرموت.